السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة داخل محلنا محل أرض شريف 24 شارع محمد مجدي أرض شريف، محل أولاد محمود. محل ده جملة الجملة بنبيع بسعر تجاري. بس أنا النهاردة مش نازل أعمل عرض للمحل، أنا نازل أتكلم مع الناس اللي نازلة تجهز، يعني عروسة نازلة تجهز تجيب ايه وإيه هي الحاجات اللي ممكن تجيبها في الثلاث حاجات المهمين، زي التلاجة، الغسالة، البوتاجاز. اللي معاه فلوس يجيب، يعني اللي معاه فلوس يجيب الحاجات الغالية، يجيب الحاجات الغالية. انا بتكلم على الناس المتوسطة اللي على قد حالها ممكن تجيب ايه وممكن تعمل ايه في الظروف اللي موجودة. وكمان ايه هي انسب وقت تنزل تجيب بيه اللي يمضي الدنيا نايمة. كمان الاسعار ماسكة نفسها وممكن الاسعار تغلى تاني. فانا نازل اتكلم معاك وافضفض بس معاك وافكر بصوت عالي. اعمل لايك عشان تفيد غيرك ويلا. اول حاجه تنزل، انت عندك غساله، تلاجة، بوتاجاز. الثلاث حاجات دول هم اهم ثلاث حاجات انت تشتريهم، وهم دول اغلى ثلاث حاجات ممكن تشتريها. ما تروحش للغالي قوي ولا تروح للرخيص قوي، خليك في المتوسط دايما. يعني انت عندك التلاجة عندك وايت ويل 14 في اول يعني حاجة في الجواز وكده ممكن تجيب 14 قدم. اللي معاه يجيب، انا بتكلم على الناس اللي 14 قدم ده مناسب وكويس. عندك وايت ويل وعندك فريش وعندك بيكو وعندك توشيبا ميديا وعندك توشيبا العربي، اللي تقدر عليه هاته. وانسب حاجة موجودة في رينج ال 18000 عندك الوايت ويل اهي، ديت 14 قدم ب 18000 جنيه. وعندك الفريش هتلاقيها برضو ب 15000. وعندك بعد كده البيكو هتلاقيها ب 20000. وعندك بعد كده الميديا هتلاقيها ب 20500 تعلى. بعد كده هتخش على الغسالة مش لازم تجيب غسالة 13 كيلو 15 كيلو في أول الجواز، هات غسالة 8 كيلو. مفيش فرض، مفيش حد يفرض عليك حاجة، أنت بتجيبه وبتساعد العريس. فأنت تجيب 8 كيلو دي كويسة في أول الجواز هتقضي معاك. مش هتجيب الأوتوماتيك، أنت هتجيب اللي هي اللي فوق أوتوماتيك. ال8 كيلو عندك توشيبا وعندك فريش وعندك تورنيدو. عايز تروح للبدال التانية، عندك 9 كيلو تورنيدو وعندك شرب وعندك حاجات تانية غالية بس أنا مش هذكرها لك دلوقتي. وعندك الزانوس 8 كيلو محترمة لو لقيتها هتلاقي أسعارها كويسة. وكمان مناسبة جدا ككيلوهات في أول الجواز. وهم بعد كده غير. بعد كده أنت تخش على البوتاجاز ما يعني ايه، ما تستخسرش فيه. هو انت دلوقتي البوتاجاز عندك اهو كول ستيل دوت اللي هو من زانوسي عامل 7600، شوف عندك بكام. وعندك بعد كده الفريش، عندك الريمبو ده 4 شعلة هتلاقيه برضو في حدود ال 5000 5300 حاجة زي كده. بينزل معاه مروحة، بينزل معاه لمبة، وبينزل معاه شواية. وبعد كده عندك الهامر الاربعة شعلة. وبعد كده عندك الزانوسي اللي هو كول ماكس، ده بينزل بشاشة داخلية بشاشة خارجية ديجيتال ومش عارف ايه وشوية امكانيات حمالات تقيلة والكلام دوت، بيبقى ب 8400. فدول الثلاث حاجات اللي انت ممكن تشتريهم. عندك انت في البوتاجازات حاجات عالية زي الجيرماني، لا جيرماني مش هتروح عليها. عندك البروفيشنال في فريش، عندك الحاجات دي. انت مش هتروح للحاجات العالية، انت تروح في الحاجات المتوسطة وتكون كويسة. كمان هتخش للخلاط، في ناس بتجيب كاتشن، ما تروحش للكاتشن. الكاتشن ده بيتاخد بيتعلق عندها، ما بيستعملش غير حاجه واحده بس. طب ما الكاتشن اقل كاتشن هجيبه كام؟ ب 3650. طب ليه؟ روح هتلاقيها هاند بلندر ميانتا ب 1450، او تروح للام كي من تورنيدو هتلاقيه عامل 1900 اللي هو الام سي، وعامل 2450 اللي هو الام كي. حاجه محترمه. وكمان تورنيدو ليها ضمان هنا، يعني انت اساسا مش هيخسروا حاجه. وبينزل معاه كبه، وبينزل معاه هاند بلندر اللي هو الهراسه، وبينزل معاه مضرب بيض، وبينزل معاه كام حاجه كمان. فدي هتبقى كده انت خلصت لها موضوع الكبه، خلصت لها موضوع الهاند اللي هي عايزاه، خلصت لها موضوع المضرب البيض. وبعد كده تجيب لها الخلاط دوت بمطحنتين تشتغل بيه عادي. ويبقى انت كده خلصت الحاجات المهمه. في الشاشات انت عندك ايه؟ روح للجاك. الجاك ده اسلم محل ممكن تشتريه، كمان ضمانها كويس والكواليتي بتاعتها كويس. عايز تروح للاقل منها في الترا، دي كويسه برضو كسعر مقابل قيمه والكلام دوت. اهم حاجه
تروح للحاجات المتوسطه. عايز تروح للمكانس، المكانس عندك مكنسه فريش ب 2450 دي 1600 واط، وبعد كده ما تقلش عن الفريش. يعني في مكانس زي اتش 1، وفي مكانس زي عندك جاك، مكانس من عدمها، انما فريش دي بتشتغل. وبعد كده عندك المكانس اللي هي الباناسونيك دي عاليه جدا، ما حدش يجيبها لو معاك هات طبعا. وبعد كده عندك المكانس اللي بعد كده اللي هي تحتيه على طول، في الشارب وفي تورنيدو وفي تشيبا ب 4560 اللي هي ال 1600 واط. فانت تجيب الحاجات المناسبه. الميكرويف عندك اهو، الميكرويف عندك اللي هو الجاك ده ماركه محترمه وشغال كويس. والفرن لو انت هتجيب فرن كده كده فرن البوتاجاز، لو انت جبت بوتاجاز محترم مش هتحتاج فرن تقريبا. بس لو جبت انت هجيب، ممكن تجيب اي هوم او تجيب الكترا او تجيب اي حاجه من الحاجات العاديه دي، او تجيب فريش وسلام.